أهلا بكم يا أصدقائي. كلنا تابعنا الحلقة اللي فاتت واللي كانت فيها الأحداث مثيرة وقوية، وكأنك عايش فتح القسطنطينية بالتفصيل. تابعنا خيانة فرحات اللي كان خلاص هينكشف، ولكن شالها المساعد مكان علشان ينقذ فرحات ويفضل خاين موجود في معسكر السلطان محمد الفاتح، يقدر ينقل الأخبار وتحركات جيش محمد الفاتح للبيزنطيين، اللي ساعتها قرر السلطان محمد الفاتح انه يشيل فرحات من منصبه. وفي صباح اليوم التالي يا أصدقائي بدأ جيش محمد الفاتح بإطلاق مدفع شاهين اللي أحدث ثغرات كبيرة جدا في الأسوار، وبدأ الجنود في التسلل أو التسلق على الأسوار أو الدخول عن طريق الثغرات من الأسوار. كمان بدأ الجنود يا أصدقائي في حفر الأنفاق، اللي فعلا كانت خطة السلطان محمد الفاتح خطة عبقرية. كان تقريبا هجوم الجيش من كل المنافذ، سواء بثغرات الأسوار أو التسلق فوقها مع ضرب المدافع والسهام على الجنود فوق الأسوار. مش بس كده يا أصدقائي، كمان حفر الأنفاق علشان يقدر الجنود يدخلوا داخل القسطنطينية ويقدروا يضعفوا الجبهة الداخلية أثناء الاختراق. لكن فوجئ يا أصدقائي السلطان محمد الفاتح باستعداد البيزنطيين لكل الاختراقات، واستخدام القائد جون جرانت الأسلحة النارية في الدفاع، اللي كان كل اختراق لجيش السلطان محمد الفاتح يقابلوا استعداد ودفاع بيزنطي، وكأنهم عارفين كل التحركات من قبلها. ولما سمع السلطان محمد الفاتح يا أصدقائي خبر تدمير الأنفاق والقضاء على أغلب الجنود فيها، بدأ ساعتها السلطان محمد الفاتح يسترجع الأحداث، وتأكد ساعتها إن لسه موجود خاين، وإنه مش بس مساعد فرحات الخاين، لكن الأكيد إن فرحات هو الخاين اللي بيبلغ خطة السلطان محمد الفاتح للبيزنطيين. هنلاقي يا أصدقائي إن الجيش العثماني في اليوم ده كان قريب جدا من فتح القسطنطينية، ولكن لولا الخيانة واستعدادات البيزنطيين لكان النصر حليف للجيش العثماني. لكن للأسف يا أصدقائي ورغم كل الهجوم الكاسح، لكن هيتراجع جيش السلطان محمد الفاتح وهيحاول يطلع بأقل الخسائر. اللي بعدها أول حاجة يعملها محمد الفاتح إنه لازم يقضي على الخاين، وإنه مش هينتصر طول ما في خاين موجود. كده أكيد يا أصدقائي القضاء على فرحات الحلقة الجاية، اللي بعدها هتبدأ رحلة تانية بفتح القسطنطينية. هيتولى السيد حمزة الأسطول البحري، وهتبدأ الخطة العبقرية اللي هيتم فيها نقل السفن برا للقرن الذهبي، وهتكون خطة سرية بامتياز. تاريخيا يا أصدقائي المهمة دي كانت مستحيلة، ولكن عبقرية السلطان محمد الفاتح اللي قدر الجيش العثماني ينقل حوالي 70 سفينة في ليلة واحدة في سرية تامة. طبعا يا أصدقائي مش هتتم الخطوة دي إلا بالقضاء على الخاين، فأكيد نهاية فرحات الحلقة الجاية قبل خطة نقل السفن برا. الحلقة الجاية يا أصدقائي هتكون مليئة بالإثارة والقوة، هنشوف فيها نهاية فرحات وتولي السيد حمزة قيادة الأسطول البحري. كمان هتبدأ أهم مراحل فتح القسطنطينية، ولكن للأسف يا أصدقائي هيتم استشهاد البطل حسن الألوباتلي اللي قدر يخترق الأسوار البيزنطية ويرفع العلم على سور القسطنطينية، اللي ساعتها هيتحمس الجنود وهيتم إحداث خسائر كبيرة في الجيش البيزنطي. بكده يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.